ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وفي فيديو النهارده بقى زي ما انتم شايفين معانا الميكروويف صديق البرنامج. معنى كده بقى ايه؟ ان انا جايب لكم وصفه من بتاعه الناس المأنتخه، الناس اللي عايزه تعمل مكونات كلها في 10 دقايق في دقيقه واحده في الميكروويف، ولا تتعب نفسها ولا حتى تولع البوتاجاز، واللي انا منهم طبعا عشان كده اخترعت هذه الوصفه. فاحنا بقى نعمل ايه النهارده بقى؟ رغيف في عيش كده، يعني ببيض وجواه جبنه كده، بدل ما بقى تقلي البيض في طاسه وتسخن العيش مش عارف فين، وكله مره واحده في دقيقه وكسبت وقت روق على نفسك يا معنتخ. طبعا بقى اول حاجه معانا في الوصفه اللي هي العيش، طبعا بديهيات. صباح الفل. اول حاجه بقى هنفتح فتحه صغيره في العيش كده من قدام عشان نعرف ندخل جواه المكونات بتاعتنا. هنجيب بقى البيضه يا معلم، ننزل بقى اهم حاجه برشه ملح وفلفل عشان ما ننساش كالعاده. ايوه عشان مش كله. بسم الله ما شاء الله ليك سابقيات. ليه سابقيات ايه يا عم؟ انت واخدني في احداث. يا اسطى انت عندك كام مره يا اسطى انت نسيت الملح في الفيديوهات؟ يوه ما تعدش، ما بعدش يا جيمي. اصل الملح مضر بالصحه يا صاحبي. بيعلي الضغط. ودي حاجه انا جبتها حاليا، معلومه سريعه مع شيف هبداوي. بالظبط كده. اتعلم مني على الحركه دي. الله الحمامه دي، الله جت على الارض كده انت 100. طب احنا هنجيب الباسكت جنبنا بعد كده بقى. بعد ما ضربنا بقى البيضه ننزل كده على العيش ونوزعها. وزع يا معلم براحتك، ده انت دافع 4 جنيه في البيضه. طبعا مش هنعمل ده بس، انتوا عارفين يعني بيض بس، لا طبعا اي نوع جبنه عندكم بقى، جبنه براميلي، موتزاريلا، شيدر، جبنه فيتا اللي في العلب، اي نوع جبنه في حياتك دخلها في الحوار هتنفع معاك. انزل بقى يا معلم كده ووزعها. وده بقى بعد ما عمل كده نروح مغطينه كده عشان ما يبردش مننا، وادخل يا معلم في الفرن واظبط على دقيقه. يعني انت بتقول ان البيضه دي مش هتستوي، انت بتشكك في قدرات هبداوي، بتشكك في انتخه هبداوي. خلاص خلاص. انت عارف انا بقالي كام يوم بطور في الاكله ديت عشان تطلع مظبوطه؟ انت عارف انا كام مره اكلت البيض ناي عشان اطلع للناس الاكله بالحلاوه دي؟ انا حاسس يا اسطى ان انت في معمل وقاعد يعني بتخترع يا صاحبي الاكل لا يقل اهميه عن المعمل. العلم. تخيل عن المعمل، عن العلم بالظبط. اصلا ماشي. وبعد مرور دقيقه من الوقت نحطه 30 ثانيه كمان. طلع شكل محل. لا ده بس الميكروويف عشان مرض شويه. وبعد مرور دقيقة ونصف في هذا الميكروويف نشوف بقت عاملة ازاي. نطلع كده، ياه اول مرة اطلع حاجة الميكروويف ما تلسعش، في تطور في القناة. ايوه كده دلعني. اوبا بص يا ابني الشكل يا ابني، ايه العظمة دي؟ ايه العظمة دي؟ طب بقول لك يلا ندوق على طول. يلا بقى كده يا سيدوني ندوق سوا. دوقني يا ابو عمرو، امسك دوقني يا ابو عمرو. اخيرا يا اسطى عملت مره بيض من غير ما تنسى الملح والفلفل. حصل. جبنه مديها طعم تاني خالص، مع انها مش موتزاريلا بس بتشد. هي جبنه براميلي عاديه جدا. موزاريلا ايه يا عم؟ هو كده كده اصلا اي نوع جبنه لما بيسخن بيشد. حصل. بس البتاعه دي حلوه. هو احنا اصلا خلصناها. حصل. جامده. جامد يا جدعان. جامد يا جدعان. يا اسطى انا ظلمتك واكتشفت ان انا كان شكي مش في محله، وان هي استوت عادي خالص، وانا مفتري. زياده 3 ايام ليك يا ابني. حب احييك حب احييك. خد بقى اغسل ده في طريقك وانت ماشي. بس كده يا جماعه، وفيديو الانتخه بتاع النهارده يكون خلص. اتمنى لو الفيديو عجبك وانت شخصيه منتخه زيي، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو انتخه جديد. وبس كده. وكالعاده بقى لو انت عندك هبلات جديده، افتكاسات فاشله، اي حاجه هتولع في بيتك وفي نفسك وفي اي حد جنبك، اكتبها لي تحت في الكومنتس لو انت خايف على نفسك. انا بقى مش بخاف على نفسي ولا بخاف على الاخ دوت، واولع فيا وفي بيتي وفي هذا الاخ عشان خاطرك. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.